يوم الجمعة اللي فاتت لما طلعنا الرحلة المعتادة بتاعتنا في جمعة الأصدقاء للقاهرة، اللي هي بنروح بقى مطعم، رحنا بافل أب اللي كان راحوا الأكيل، مطعم كده بيقدم برجرز، ورحنا اتفرجنا على فانتاستيك بيستس في سينما الام اكس 4 دي، واتفرجنا على هوكسو ريدج. رحنا بقى كايرو فيستيفال مول واشترينا سماعة اديفاير. اديفاير برضو دي شركة صيني، ولكن هي مشهورة دلوقتي جدا ان هي من افضل الشركات اللي بتقدم سماعات ليها جودة صوت عالية. فقررنا ان احنا نشتري السماعات الاديفاير دي من فيرجن ميجا ستور في كايرو فيستيفال، فروحنا اشتريناها واحنا من بورسعيد. فقلنا للراجل يجرب لنا السماعة الجديدة اللي لسه طالعة من الصندوق. نفاجأ ان السب ووفر اللي هو القطعة اللي بتطلع البيز مش شغالة اصلا، يعني سماعة جديدة لسه طالعة من الصندوق السب ووفر مش شغال فيها. والراجل بدلها لنا وجاب لنا صندوق تاني، وجربنا السماعة ولقيناها شغالة واشتريناها. وهتلاقوا لينك تحت للسماعة لو عايزين تشوفوها. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن جودة الصناعة، فانت يعني لو شاري الحاجة من حتة مش من الوكيل، والحاجة دي مثلا حصل فيها حاجة، فانت هتبقى في مشكلة، لان بالذات لو الحاجة دي غالية. يعني احنا بعد ما رجعنا من الرحلة في العربية بتاعتنا اللي هي اللانسر البومة موديل 2009، رحنا نصلحها في التوكيل في اسماعيلية. فاحنا قاعدين جاي واحد بلانسر شارك عنده مشكلة في الفتيس، والفتيس طلع لازم يتغير، والفتيس سعره كام؟ 60,000 جنيه. والراجل اتصدم لان الراجل كان شاريها من 6 شهور بس، ولازم يغير فتيس ب60,000 جنيه، وغالبا الراجل ده شكله كان شاريها مش من التوكيل. فاحنا بنتكلم دلوقتي لو انت هتشتري سلعة غالية بجودة الصناعة اللي مش مضمونة، انا رأيي الشخصي ان انت تشتريها من التوكيل ولو كان اغلى سعرا شوية، لكن بتضمن فلوسك زي الحكاية الشهيرة بتاعت سامسونج. فيا ريت تقولوا لي رأيكم في موضوع الصناعة والجودة بتاعت المنتجات دلوقتي، ولو حد حصل معاه موقف مشابه من المواقف دي يا ريت يكتب لنا عنه في الكومنت. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة.